اوريها لهم عشان برضو الناس اللي مش عارفه البراش المروحه شكلها ايه. دي برضو متوفرة يعني بأسعار برضو حلوة في الأسواق. دي بتروح عامله بيها كده لأنها طبعا ناعمة ورقيقة جدا، بتطير كل الزيادات الموجودة كده. تحت العين. الستيب اللي فاضلة هي الروجاجو والروج. الروجاجو والروج. هنبتدي بما اننا حاطين حاجه على شوية كده. انا شايفة اللون ده بيقولوا عليه شوية ايه، اللي هو اللون البرغندي يعني زي ايوه صح. اللون ده انا شايفة كمان الروجاجو ناعمة قوي علشان العين متبروزة، تمام. فلازم الروجاجو تكون ناعمة. بما ان هي الروجاجو لو وشها طويل ما ينفعش ان انا اجيبه كده على الخدود، تمام. لا اجيبه بطول بسحبة. تمام. لو وشها مليان من هنا يبقى لازم اغطي الكثافة دي عشان تديني اغمقها كنز، تبقى البشرة كنزة شوية. اصغر حجم الخد بالظبط كده. طبعا حجم الخد والشيب بتاع الكيس نفسه بتفرض عليا ازاي هسيح الروجاجو. ممكن يبقى بشكل افقي او رأسي او بشكل مائل بزاوية زي ما أميرة بتعمل كده زي ما احنا شايفين. وبما ان الميك اب سواريه وبيفرض علينا جو الليل والاضاءة الخافتة، ان لازم يكون المكياج بتاعي شوية زي ما بيقولوا اوفر سنة، غير مكياج طبعا النهار والافلام دي. فزي ما احنا شايفين هي كترت شوية من الروجاجو بالطريقة اللي احنا شايفينها، بالطريقة الزاوية اللي هي قالت عليها، وبتبتدي تسيح بطريقة بسيطة جدا حرف تي زي ما احنا شايفين، بطريقة خفيفة وبسيطة عشان الوش يبقى وردي. تمام. ممكن بقى لو هي حابة ان هي تحط حاجة جليتر، في بنات بتحب وفي بنات لا. تمام. عادي بتتعامل عادي براحتها خالص، في الجفن العلوي او في زاوية العين او في خدودها. تمام. يعني في بنات ما تحبش كده، ممكن احط لها مثلا حاجة مثلا حاجة كده باودر لوز في جليتر حاجة كده بسيطة. لو هي سواريه ومش عايزة تدي العين حاجة جامدة تروح عاملاها كده على البلاش، تديها لمعة، تدي لمعة ونضارة بالظبط كده بالوش. تمام. بروح عاملة بالفرشة، هي تكاد تكون فاضية على الوش كله. طريقة ناعمة. احنا فاضل لنا الروج. شايفة ان الشفايف كده من النوع اللي يعني عايزة اقول ايه، ان فوق هيترسم غير تحت. تمام صح. عشان هي عندها من فوق عريض شوية ومن تحت كنز. بس انتي هتراعي برضو ان السنة اللي يبقى متساويين. تمام. هنكبر بالقلم لاينر فوق. مهم اوي يا جماعة طبعا قبل ما نبدأ الميك اب نكون مجهزين البشرة، لاننا ممكن نعملها سكراب او ماسكات، او لازم يكون ماسكات تنظيف للبشرة. لازم البشرة ما يكونش عليها دهون، غير طبعا الكريم المرطب اللي بيتحط قبل الميك اب، لانه بيغذي البشرة وبيخليها رطبة وناعمة. ولازم كمان في اختيارنا للكريم ده انه ما يكونش دهني، يكون سريع الامتصاص في البشرة. انا هنا ببنى الشفايف من الليب عشان ثبات الروج عليها، يعمل 3 دايمنشن شوية للشفايف. تمام. طيب هنبتدي نعمل ميكس الوان، شوفوا هيدينا ايه دلوقتي. طبعا درجة الجلوس دي مهمة جدا للشفايف، لان الجلوس بيدي يعني ثقة لللبس، وكمان بيدي لمعة واضاءة حلوة مع البشرة. الجلوس مع قلم التحديد،
والجلوس بلون تاني مخالف للون القلم تحديدا. لازم نقول ان اميرة عملت مزج وطلعت كلر جديدة، وده يخليكوا تتشجعوا ان انتوا تمزجوا الكلرات اللي عندكم يا جماعة. يعني حتى لو اي قلم روش فضي عندي، انا ممكن مرميهوش واخلي الاقلام دي كلها واجيب برش معينة واعمل ميكسينج من كل الالوان على شكل. طبعا لو اي حد حاسس ان هو في جفاف في الشفايف او بعض التشققات، لازم من بالليل يغذيها بزيت اللوز مع الجليسرين، او يحط زبدة كاكاو تكون معالجة. شايفين الزاوية المثلثة بقدر ان انا ده الفاينل النهائي. كده الفاينل. تقدر هبة تعمل لنا اوكي، ممكن نشيل نشيل دي. القميص مفيش عليك يا هبة عشان نشوف اللوك النهائي. ايه رأيك يا هبة في اللوك ده؟ مناسب مع بشرتك؟ انتي اجمل. هي جميلة أوي. وده كان الشكل النهائي طبعا اللي طلعناه النهارده مع أميرة وهبة، وكنا سعداء طبعا في الحلقة دي ان احنا كنا مع أميرة أحمد، وإن شاء الله هتقابلوها في حلقات تانية هتتكلم عن لوكات تانية، وانتظرونا في بسيطة لإيمان أيوب.